أهلا بكم أعزائي مشاهدي برنامج من 6 ل 9. أسامة خليل يحييكم. أعزائي المشاهدين، نتكلم النهاردة على أكتر من ظاهرة. أحمد رئيس الكاف الجديد اللي انتخب بديلا لعيسى حياته. أحمد يجي على القاهرة، يلغي اجتماعه في اتحاد الكرة اللي هو الجبلاية، وقليل الظهور إعلاميا، وإلغاء المؤتمر الصحفي اللي الجبلاية قالت إنه سيعقد في مبنى الاتحاد. أحمد رئيس الكاف الجديد في كازابلانكا ومراكش، المدينتين الجمال في المغرب، ويعقد مؤتمر صحفي يشاهد مباراة بين تونس والمغرب، وأيضا يدعم ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026. ايه الحكاية؟ واحنا عندنا الطنطنة الإعلامية الغير عادية اللي بيفهمونا ان هم اللي جابوا أحمد بديلا لعيسى حياته. كل ده هنتكلم فيه علشان الجماهير تعرف جيدا ايه اللي بيتم في أروقة الكرة المصرية المفترى عليها. احنا اتكلمنا في البداية عن أحمد زعيم الكاف أو رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد. لما جه مصر الزيارة كانت في طي الكتمان. الرجل مش عايز دوشة ومش عايز طنطنة ومش عايز، لأن صوروا له للأسف الشديد إن المصريين هم اللي كسبوك الانتخابات بتاعة الاتحاد الإفريقي أمام الكاف، في الكاف أمام عيسى حياته. وهذا التفكير تفكير إلى حد كبير أضر بينا، لأن احنا عندنا يعني، وآسف إن أنا أقول الكلام ده، على فكرة دي لقطات لأحمد في مطار كازابلانكا واستقبال المسؤولين في كازابلانكا. اللي وراه على طول ده الأستاذ فوزي بالقجع اللي هو رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم. هنا هذا الرجل على طول أول ما وصل لمطار كازابلانكا على طول عمل تصريح وقال: أنا سأدعم ملف المغرب في تنظيم كأس العالم 2026. طيب، واحنا بنتحدث عن هذا الرجل اللي من مدغشقر، ايه علاقة مدغشقر بالمغرب؟ وانا هشرحها لحضرتكم، لان هناك تواصل تاريخي بين البلدين، وفي حب قوي بين المدغشقري أحمد وبين الدولة المغربية الشقيقة، البلد الرائعة من كل الوجوه. نحن نتحدث عشان نستفيد من أخطائنا، وعشان نلاقي على الأقل إجابة لمسألة الطنطنة الإعلامية الهاوية اللي ملهاش أي أساس من الصحة غير إطلاق الإشاعات واللي بتضرنا. أحمد يجي القاهرة مش عايز يعمل مؤتمر صحفي لولا الملامة إن الكاف مقره موجود في 6 أكتوبر في القاهرة، فلازم يحضر لأنه رئيس الكاف حاليا الاتحاد الإفريقي. ولكن الوضع مختلف تماما لما بيروح على المغرب. هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين الرجل والناس بتستقبله في مطار كازابلانكا، ومفيش بقى الدوشة بتاعتنا 20 قناة فضائية و20 مراسل و30 برنامج، وللأسف الشديد يعني شيء إلى حد كبير غير منطقي. ما قبله رئيس الاتحاد قناة أو 2 اللي هم القنوات الرسمية التابعة للحكومة للدولة، الصوت الرسمي، لأن هذه زيارة رسمية من مسؤول رسمي. فهنا نجد أن المصداقية في طريقة عرض الأمور وطرحها فيها كثير من الشفافية وفيها كثير من الحقيقة والمصداقية. هنا الرجل
على فكرة ده فوزي بالقجع اللي هو رئيس الاتحاد، اللي هو وراه على طول لابس نظارة. وهذا الرجل حصد على أعلى نسبة أصوات في انتخابات الكاف الأخيرة عن مقعد شمال إفريقيا، أخذ 41 صوت. وكان المنافس الشرس بتاعه في الوقت ده كان ورورة بتاع الجزائر اللي حصد فقط 9 أصوات. هنا دلالة قوية على أن المغرب قادمة وبقوة في المعترك الإفريقي اللي احنا كلنا منتظرين ايه اللي هيتم من خلال الكاف علشان الأمور تبقى واضحة ونتعلم من أخطائنا. هقول لكم ليه مدغشقر أحمد المدغشقري اللي هو رئيس الاتحاد الإفريقي وعلاقته بالمغرب. نرجع لسنة 1954 لما الملك المغربي محمد الخامس نفته فرنسا إلى جزيرة مدغشقر، وقعد من يناير 1954 حتى أكتوبر 1955 في المنفى، وكون علاقات قوية جدا مع الأسر المدغشقرية في ذلك الوقت، وكان محبوب جدا بين هذه الأسر بالرغم أنه هو في منفى. ولكن أصبحت هناك علاقة ود قوية بين الشعبين. الملك محمد الخامس رحمة الله عليه ينفى إلى جزيرة مدغشقر، ومدغشقر ترحب به كأنه ابن من أبنائها. لما فاز المدغشقري أحمد كان من الواضح أن القوة الداعمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعنوية جاية من الأطراف الثلاثة، سواء كان إنفنتينو أو الملياردير الإفريقي أنا لا أتذكر اسمه حاليا، والمغرب في شمال إفريقيا مع منطقة غرب إفريقيا. يعني لما حضراتكم تشوفوا كده المغرب نزولا على المحيط الأطلسي من الغرب، من أقصى الشمال الغربي حتى أقصى الجنوب الغربي، كل هذه المناطق قريبة على المغرب. وتمكنت الحنكة السياسية المغربية إن هي تتعامل مع الوضع الجديد باحترافية عالية أوي. هنيجي هنا نشوف أنه لماذا نجح هذا الرجل وأراد أن يرد بقى الجميل. هيرد الجميل للناس اللي هو وبصدق شعر إنهم بيشتغلوا بهدوء. إحنا إلى حد كبير نعم ربنا وفقنا وتمكنا أيضا من إقصاء عيسى حياته، تمام، لأن وضح أن هناك تلاعب في مسألة التعامل مع بعض الملفات، خاصة الملف الخاص ببث المباريات في كأس الأمم الإفريقية، وده لا يرضي أي مواطن عربي إفريقي أو إفريقي. بالكاد تمكنا إن احنا يبقى فيه نوع من التأثير. ولكن لما نتكلم منطقيا إن أحمد في المغرب وعمل مؤتمر صحفي وزيارة لمدينة مراكش دي تبعد عن كازابلانكا حوالي 2 ساعة في العربية، وهي مدينة في منتهى الجمال، مدينة رائعة، وفي نفس الوقت يحضر مباراة بين تونس والمغرب. ده دلالة قوية على أن هناك رباط قوي بين هذا الرجل كشخص وبين التأثير المغربي عليه، اللي هو شايف أنه بيتم التعامل معاه بأسلوب هادئ وبأسلوب احترافي عالي هو طالبه، لأن الرجل شخصية مثقفة جدا وخلفية ثقافية عالية جدا، وهو ذكي يعلم معناه أنهم يقابلوني ب30-40 برنامج و20-50 مراسل في مطار القاهرة، وفي وقت هو بيقول أنا أحتاج للهدوء علشان ترتيب الأوراق. هنا الفرق أعزائي المشاهدين،
هنا الفرق بين ان احنا بنتعامل مع امورنا بزيطة اعلامية للأسف الشديد بتبقى في كثير من الأحيان خاوية من الداخل، ملهاش مضمون قوي. أحمد رئيس الكاف حينما يصرح بأن الاتحاد الإفريقي سيدعم ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026. طيب هي المغرب هتنظم الملف او هتقدم الملف ده ازاي؟ واحنا على فكرة في الاعداد، الاخوة اصدقائي في الاعداد بيحاولوا يتصلوا بالسيد وزير الرياضة المغربي علشان نتناقش معاه في الموضوع ده، واتمنى ان احنا نتمكن من الوصول ليه. المغرب ستنظم كأس العالم او ستقدم الملف الخاص بكأس العالم 2026 بالتضامن مع اسبانيا والبرتغال. يعني لو حضراتكم شفتوا الخريطة الجغرافية للمغرب، البلد العربي الشقيق الجميل، نجد ان اسبانيا بينها وبين المغرب البحر المتوسط. يعني بتركب المركب من طنجة بقيت في اسبانيا في خلال ساعتين في المركب في البحر، وجنب اسبانيا على طول في جنوب اسبانيا البرتغال. طيب ليه اسبانيا وليه البرتغال؟ وليه هيكون الملف ملف تجميعي مجمع؟ لان الفيفا واضح جدا ان 2026 هيزود عدد الدول المشاركة في كأس العالم، بدل ما 32 هيبقوا 48 دولة. 48 دولة ده شيء كبير قوي 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 على اي دولة ان هي تنظمها لوحدها. فبالتالي بتهيألي ده المؤتمر الصحفي، نسمع المؤتمر الصحفي. فبالتالي احنا هنا قدام ظاهرة جديدة، ان الدول تتجمع لتنظيم حدث عالمي كبير، اللي هو اضخم حدث عالمي في العالم اللي بيتم مرة كل 4 سنين.